في الفترة دي من السنة معظم دول العالم بتحتفل بأعياد الميلاد، وده بيكون مرتبط برموز كتير جدا زي بابا نويل وشجرة عيد الميلاد. بيرجع تاريخ شجرة الميلاد للأغصان والنباتات دائمة الخضرة في مصر القديمة والإمبراطورية الرومانية، وظهرت شجرة الميلاد أو شجرة الحياة لأول مرة في ألمانيا، وده كان في سنة 732. ولو رجعنا لأصل شجرة الميلاد هنلاقاه من الأصول الفرعونية، وده علشان المصريين القدماء كانوا دايما بيزينوا الأبواب والنوافذ بالأغصان والنباتات الخضراء طول فترة الشتاء اللي كان بيبدأ في 21 أو 22 ديسمبر، والفترة دي كانوا بيسموها فترة الانقلاب الشمسي. المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا ان الشتاء بيجي كل سنة، وده علشان إله الشمس بيكون مريض وضعيف، فكانوا بيحتفلوا بالانقلاب الشمسي بوضع الأغصان والنباتات الخضراء طول السنة لحد ما إله الشمس بيبدأ في التعافي في فصل الصيف. والفراعنة كانوا مؤمنين ان الخضرة بتبعد السحر والأشباح والأرواح الشريرة والمرض. ألمانيا هي أول دولة بدأت في تقليد شجرة عيد الميلاد، وده كان في القرن ال16، وده لأنهم كانوا بيزينوا أشجار الصنوبر اللي كانت بترمز للحيوية والتجدد بالشموع داخل منازلهم، وكانت دايما بتاخد الشكل المخروطي. ظهرت العائلة المالكة في لندن في إحدى الصحف بجانب شجرة الميلاد المزينة، وده كان في سنة 1848، لحد ما الموضوع ده بقى عادة من عادات وتقاليد إنجلترا. وإحنا دلوقتي بنستخدم أشجار الميلاد أو أشجار الكريسماس وبنزينها برموز كتير جدا، زي النجمة اللي بترمز للوعد السماوي، والضوء أو الإكليل اللي بيرمز للحب الإلهي. اللون الأخضر هو رمز الشباب والأمل، والجرس بيرمز للفرح والبهجة. أما الحذاء فهو رمز العطاء ومساعدة الفقراء، وبيسمى بحذاء المحبة ومساواة الأغنياء مع الفقراء. ودي كانت حكاية شجرة الميلاد. كل سنة وكلنا طيبين.